إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. هذه الحلقة نخصصها بمشيئة الله تعالى في موضوع التعايش السلمي بين الأديان. هذا الموضوع الذي سبق وأن تحدثنا عنه وفصلنا القول فيه في حلقات سابقة، لكنه يتجدد بتجدد الواقع وبتجدد الحياة بين المسلمين وغير المسلمين. وهذه القضية نطرح حوارا أو عدة حوارات كيف عالجها الإسلام، وكيف نفهم نصوص الكتاب والسنة من خلال ما ورد بالأمر بقتال المشركين وأهل الكتاب، ومن خلال ما ورد بالأمر بالبر والإحسان لأهل الكتاب. فكيف نفهم قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي مقابل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كيف نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف نفهم تعايش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع أهل الكتاب، ولماذا حاربهم ولماذا أجلاهم من المدينة المنورة؟ كيف نفهم أيضا ونقرأ تاريخ التعايش السلمي للإسلام مع النصارى، وكيف نقرأ التاريخ أيضا تعايش النصارى مع المسلمين. كل هذه القضايا وغيرها كثير نطرحها على ضيفنا وشيخنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الإفريقي والباحث تحديدا في مجال التعايش السلمي بين الأديان. فأهلا وسهلا بكم شيخ حسن. في البداية نبدأ الحوار فيما يتعلق ما هو مفهوم التعايش السلمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مصطلح التعايش في اللغة هو الاشتراك في حق الحياة وعلى الإلفة والمودة، تضاف إليها السلمي من باب التأكيد، لكن أصلا كلمة التعايش نفسها تحمل في داخلها أو في مضامينها أنه لا تعايش إن لم يكن هنالك قدرة أصلا على الإلفة وعلى المودة وعلى إدارة التنوع. وبالتالي الذين أضافوا كلمة السلمي هي من باب التأكيد على كلمة التعايش، أو ربما يكون هنالك شكل من أشكال الاحتراب بين المجتمعات فيحاولوا أن يطلقوا كلمة التعايش السلمي حتى يميزوا عن بقية أشكال العيش التي ربما تمر على الناس. هذه على كل بدأت في البداية في إطار الشأن الاجتماعي، المكونات الاجتماعية سواء قبائل، مكونات كذا، أن تتعايش فيما بينها في المرعى، في المأكل، في المشرب، في المياه، في المورد، في المزارع. عندما تتداخل هذه القضايا الرعاة مع المزارعين، فصارت على كل تطلق ابتداء على المكونات الأولية في المجتمعات كأسر وعوائل وقبائل،
ثم توسع المفهوم بعد ذلك في إطار أيضا الشعوب والمجتمعات الكبيرة على مستوى الدول، ويكون هنالك قدرة على إدارة التنوع في داخلها، خاصة بعد أن نشأت الدولة القطرية بتنوعها الديني، بتنوعها الثقافي، بتنوعها الإثني، بتنوعها اللغوي، بتنوعها كذلك الاقتصادي. فأيضا طرحت هذه المسألة لأنه صارت هنالك أيضا إشكالات من هذا النوع، يعني هنالك احترابات داخل هذه الدولة نفسها. ثم طرحت بعد ذلك على مستوى النظام الدولي في إطار أيضا الحرب ما يعرف بالحرب الباردة، طرح أيضا هذا المفهوم، بحيث والله المكونات الدولية والإمبراطوريات الكبيرة، وعلى الأقل الدول الكبيرة التي هي الوازنة في النظام الدولي، أيضا طرحت فكرة التعايش السلمي فيما بينها. فإذا المفهوم هو القدرة على العيش المشترك داخل هذا الكوكب الذي نحن فيه بطريقة تجعل الجميع يكون على الأقل يملك حق الحياة، ويملك كذلك حق العيش، ويملك دون أن يكون هنالك اعتداء عليه بسبب دينه أو بسبب لونه أو بسبب لغته أو بسبب ثقافته. ربما هذا ببساطة شديدة جدا المفهوم في سياقه العام. طيب جميل يا شيخ حسن. كلمة سلام في القرآن الكريم وردت أكثر من 47 مرة أو 47 مرة تحديدا، وكلمة حرب في القرآن الكريم وردت 4 مرات، وكلمة القتل في القرآن وردت 6 مرات، وتقتلون صيغة وردت 5 مرات، وكلمة جاهدوا وردت 17 مرة. هذا الخليط نجد أن أكثر ما يميل إليه الإسلام هو السلام، في حين مفرد سلام ورد 47 مرة، ومفرد حرب الذي هو القتل ورد 4 مرات، ومفرد قاتلوا 17 مرة فقط. كيف تعلق على هذا؟ نعم، مسألة الحرب والسلم على كل من المسائل أولا التي يعني البشرية منذ نشأتها عرفت هذا النوع من الإشكالات، والسبب في ذلك سبحان الله عز وجل يقول كان الناس أمة واحدة. عندما كان الناس أمة واحدة على التوحيد وعلى الإيمان وعلى العقيدة وعلى الشريعة لم تكن هنالك إشكالات كبيرة ولا حروب ولا شيء، فكان الناس يعيشون على ملة واحدة. لكن لما حصلت الاختلاف فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقضى الله سبحانه وتعالى بأقداره الكونية أن تكون والله هكذا سنة الابتلاء على وجه هذه الأرض، فهنالك استخلاف عام وهو أننا جميعا مستخلفون في هذه الأرض، وهنالك استخلاف خاص وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتاب وأرسل رسل، فالذين آمنوا بالرسول واتبعوا الكتاب هنا يستخلفون استخلافا خاصا بالشريعة التي نزلت للرسول المعين. الذين خالفوهم هؤلاء كما يقال خارجون عن الإجماع في حقيقة الأمر، خرجوا عنه. يبقى هؤلاء لا يرضون البقاء في المظلة الإيمانية، يتمردون عليها ويخرجون عليها. لكن سبحان الله من خلال ما رأينا في التاريخ البشري أن الذين يبدأون الإخراج ويبدأون القتال ويبدأون الاعتراض هم الكفار. يعني يأتي الرسول أو يأتي النبي إلى قومه ويبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى ويقول لهم بأنكم تعيشون في أرض الله وتحت سماء الله وبنعم الله وبتكوين الله، وأنكم مكلفون على وجه هذه الأرض، وأن الإنسان يعيش في سلطان غيره بأوامره. يعني ولله المثل الأعلى، أنا إذا أردت أن أدخل الآن أوروبا سيقولون لي تدخل بتأشيرة وتلتزم بالقوانين التي نقولها لك. هذا مثل بسيط، فما بالك أنت تعيش في أرض الله وفي كونه والله عز وجل يعطيك وتريد أن تتمرد عليه. ثم بعد ذلك ليس تمردا على مستوى الشخص فقط، لكن أنك تتمرد وتريد أن تمارس الصد وتمارس الإكراه على صاحب الحق وهو النبي المرسل من الله المعبر بكلمة الله سبحانه وتعالى. فكان شعار الكفار مع المؤمنين لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يعني كان الرسول عادي يتكلم ويدعو ولم يكن يباشر على الناس إكراها ولم يدخل الناس في دينه. أي رسول من الرسل ما رأيناه والله يجبر الناس على أن يؤمنوا بالله، لا إكراه في الدين. نعم. لكن السلطات القائمة والملأ القائم هو الذي يبدأ في العدوان. فيقولون إما أن ترتدوا، إما أن تتراجعوا، وإما كذا، أو تعودوا في الملة. نعم. أو نخرجكم من البلد أو نخرجكم أو كذا. وبالتالي يجردونهم من المواطنة كما يقولون، ويمارسون عليهم الإكراه
الديني ويمارسون عليهم الإقصاء ويأبى الله. يأبى الله سبحانه وتعالى ذلك، فتنزل على كل سنة الله سبحانه. وبالتالي قضية الحرب والسلام كما تفضلت هي قضية دائما مرتبطة بهذه الحالة. هذا على المستوى الديني. على المستوى الديني مرتبطة بأنه والله اختلاف، أن هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. فالخصومة الدينية تؤدي بطبيعة الحال إذا ما ضبطت وما حاول الناس أن يضبطوا تؤدي إلى الاحترام. النوع الثاني أيضا من الأشياء التي تؤدي إلى الاحترام التباينات القومية مع العدوان، أن تكون أمة هي أربى من أمة. كل سبحان الله الجنس البشري نتيجة الحالة الشيطانية التي تتلبسه يقول كل شخص أنا أفضل من فلان، قوميتي أفضل من قومية فلان، قبيلتي أفضل من قبيلة فلان، شعبي أفضل من شعب فلان. إذا فتتعدى فتبدأ هنا العدوان. أي نعم. إلى أن تنشأ للأسف الشديد كما نشأت في أوروبا فلسفة العرق الذي يكون عرقا نقيا، كالنازية مثلا كانت تنظر إلى أنه هذا العرق عرق نقي يجب هو الذي يحكم العالم، فتتلبسك حالة شيطانية وتبدأ في العدوان. إذا هذا نمط آخر أيضا، ويحصل القتال ويحصل القتال. الحالة فكان الثالثة لا بد من مجيء قانون يؤدب هذه الحالة. الحالة الثالثة اللي هو اختلافات الناس في الموارد، أيضا هذه تؤدي إلى الصراعات، اختلاف في المراعي، اختلاف في المزارع، اختلاف في التجارات، اختلاف في المصالح، المال، في الطاقة. لاحظ الآن الدول الكبرى تجتاح الشعوب اجتياحا للموارد. الاحتلال الإمبريالية التي اجتاحت العالم العربي والإسلامي كله وإفريقيا اللي هي في الحروب التي عرفناها حروب الاستعمار، ما هي دواعيها؟ كانت موارد، سعي إلى الموارد، عدوان على الناس إلى اليوم تجد سبحان الله تختلق الدول الكبرى من الأسباب ومن المسوقات ما يجعلها تقتحم موارد الآخرين، والقصد فيها هو الموارد والبترول والغاز، ولكن هم يتعللون إنه في طاقية، حقوق الإنسان، الديمقراطية، الكذا، إنه البلد الفلاني يصنع كذا، فيتحججون بأسباب، لكن في حقيقتها جوهر الصراع هو أنهم يسقطون النظام ثم يحتلون البلد ثم يسيطرون على على الخيرات التي فيه، كما حصل في العراق وحصل في سوريا. هذه ثلاثة أسباب رئيسية تؤدي إلى أنه الناس لخصها يا شيخ حسن. جميل. الحالة الأولى الاختلافات الدينية. الحالة الثانية الاختلافات القومية والعرقية. الحالة الثالثة اختلافات المصالح والموارد والصراع عليها. نعم، اختلافات المصالح. في عامل آخر بالنسبة لنا نفسر به هذه الحالة، نفسر فيه اللي هو المحرض، نسميه زي ما تقول المحرض والدينامو، عامل الشيطان كعامل محرش في كل ذلك. أساس هذا كله هو الشيطان الذي إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكن بالتحريش. فيبدأ التحريش، هو يحرش في الحالة الدينية ويحرش في الحالة القومية ويحرش في الحالة حالة الموارد والصراع عليها. صحيح. هنا نظم الإسلام، حتى أدخل مباشرة إلى سؤال الحرب والسلام. الإسلام ابتداء كما تفضلت ما جاء ليقول للناس والله أنا جئت لأستأصلكم من هذا الوجود، لا. الإسلام جاء ليقول لهم والله هذه رسالة الله سبحانه وتعالى وهذه شريعته وهذه أحكامه. وعندنا مسارين في الإسلام، عندنا المسار الدعوي الذي مقصوده الهداية وطرقه السلام، يعني الجانب الدعوي لا يستخدم معك السيف ليقنعك بأنك لابد تسلم، لا، جانب الدعوي هنا. نعم. حتى نفصل إنما هو جانب إنما هو كلمة حواري جانب حواري، أخذ ورد وكذا. لماذا؟ لأن الدعوة الله سبحانه ما طالب الناس إنه والله تكرههم على الدين، لا إكراه في الدين. فأنت دعويا لست مطالب كداعي إلى الله سبحانه وتعالى إنه والله إما يسلموا وإما تقتلهم، لا. جميل. هذا جانب. ثم ينتقل بك الإسلام من الحالة الدعوية عندما تكثر الحالة الإسلامية ويكثر المؤمنون، ينتقل بك إلى مفهوم آخر اسمه مفهوم الولاية، اللي هو تنظيم العمران البشري على وجه الأرض. هنا الآن ما صرت أنت أقلية، لا، أنت صرت حالة وصرت أكثرية في البلد وصرت وجود وكذا، وعندك قوة. الإسلام ينقلك هنا من حالة الدعوة السلمية الهادئة الإقناع إلى منطق سلطة، لا، منطق دولة. الدولة بطبيعتها تملك أدوات الإكراه كما يقول، هذا محل اتفاق إنه لا دولة ولا سلطة وهي لا تملك لا تملك أدوات الإكراه. فهنا يأتي الإسلام ليفرض نظامه السياسي ويفرض شريعته العامة على الكل. طيب. يا سلام. طيب أنتوا والله تريدوا أن تفرضوا علينا شريعتكم، نقول لك في حدود، في جانبك العقائدي، في جانبك الأسري، في تقاليدك الخاصة ما عندنا معقد، ما لنا دخل، ما عندنا معقد، اعبد ما شئت. نعم. لكن تحترم لنا النظام العام. نعم.
أنت لا تستفز الناس في الإطار العام، لا تحاول أن تخرج على المنظومة الكلية، ولا تصد عن سبيل الله، ولا تصد عن سبيل الله، ولا تشوه الإسلام، ولا تتآمر على نظام الدولة المسلمة بأي شكل من الأشكال. هنا إذا خضعت للنظام السياسي في ولايته العامة وسلمت له بأنك أنت مواطن من المواطنين، هنا هذا العقد الذي نسميه بعقد شنو؟ بعقد الذمة. سميه بعد ذلك في واقعنا المعاصر. طيب، وعقد الذمة هذا لو نتطرق إليه، يعني ماذا يستفيد منه غير المسلم؟ أحسنت. غير المسلم طبعا أول يستفيد في أن أقر على دينه. قر على دينه. قر على دينه. جميل. كون عندما نقول أقر على دينه معنى ذلك محفوظة كنائسهم، محفوظة أسرهم، محفوظة تقاليدهم، محفوظة عاداتهم، حقن دماءهم، حقنت دماؤهم، هذا جانبا، حفظت أموالهم، حفظت أموالهم، حفظت أعراضهم. نعم. يدافع عنهم الإسلام من أي شكل من أشكال العدوان. نعم. وبالتالي هنا لا يلزمهم كذلك بأنه والله يقاتلون لحماية النظام اللي هو في عقيدتهم ليس نظامهم. عجيب. لا يلزمهم. لا يلزمهم. ولذلك كان أحد المفكرين النصارى العرب يقول: أتمنى في أوروبا أن تعاملنا بنظام الذمة في الإسلام. الله. لماذا؟ لماذا يجبر الجندي المسلم اللي في أمريكا إنه والله يحمل الحساب هنا ويروح يقاتل؟ لا، الإسلام يقول لك لا، أنا ذاهب لأقاتل بني ملتك، فأنت لست ملزم. لاحظ كيف أن الإسلام احترم خصوصية هذا الشعور الخاص، إنه أنا هذه ليست دولتي عقيدة، لكن دولتي إيه؟ كنظام سياسي. أنا أعيش في ظلها، أملك فيها، أتاجر فيها، أحيا فيها ما كتب الله من العمر، لكن والإسلام يحفظ لهم أبنائهم أيضا، يحفظ لك أبنائك، ولا يأخذهم عنوة، لا يتدخل في تربيتهم ولا يتدخل في تعليمهم إذا أردت أن تعلمهم بالتعليم الخاص الذي يليك. وبالتالي هنا ستلاحظ يكون الولد إلى أن يبلغ الرشد تحت سلطان والديه. هنا عندنا الولاية الخاصة تحت الولاية العامة. ففي إطار الولاية الخاصة لهم الوالدان لهم ولاية على أبنائهم، لا يتعرض لهم الإسلام بأنه والله أنتم ضالين، أنتم كفرة، أبنائكم هذول يجب أن نأخذ، لا، يظل. إذا بلغ الطفل وشب وعرف في إطار هذا المجتمع، احتك مع الناس، رأى بأن ما هم عليه ليس على حق، وأراد أن يسلم، هنا الإسلام فليس لهم الحق أن يمنعوه. وفي حالة إذا منعوه أحسن، يعني معناته تدخلوا في سياسة الإسلام، تدخلوا في العقائد. هم نفسه، أنا إذا كنت لا أتدخل في عقيدتك، فلماذا أنت تتدخل أيضا في عقيدة ابنك الذي يريد أن يختار الإسلام؟ صحيح. فعلى كل هنا تأتي استخدام القوة. هنا شيخ برهان، كثير من الناس طبعا يتصور بأن والله هذا الانتشار الهائل للإسلام، ستلاحظ بأنه انتشار دعوي. الغالب في الانتشار الإسلامي إلى أندونيسيا، إلى أفريقيا، هذه البلدان التي اكتسحها الإسلام ما جاءها بالسيف، اكتسحها بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا لما تنتشر الدعوة يقوم النظام السياسي وتقوم الولاية الإسلام، فتقوم الدويلات في الحبشة، تقوم الدويلات في السودان، في غرب أفريقيا، تقوم للمسلمين ولايتهم. السلطة حينها ستحتاج إلى إيه؟ إلى حماية بطبيعة الحال. فهنا يأتي استخدام القوة واستخدام الجهاد واستخدام الحرب لأمرين أساسيين: لإقامة النظام السياسي وحماية هذا النظام السياسي من أي تقويض من الداخل وأي عدوان من الخارج. هذه باختصار شديد جدا موضوع الحرب واستخدامات الحرب. ثم هذا في إطار الحالة إيه؟ الحالة الداخل. هنالك المعنى الآخر للجهاد وهو معنى الطلب، هذا كله في إطار الدفع ليس في إطار الطلب. في إطار الدفع بطبيعة الحال هنالك أكثر من حالة في التعامل. هنالك قد تصل مع بعض الدول إلى اتفاقيات سلم واتفاقيات صلح ومعاهدات، أي شكل من أشكال المعاهدات. جميل يا شيخ حسن. نعم. كلام جميل وتأصيل شرعي قوي، جزاك الله خيرا. نريد تنزيل هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة المكرمة تحت سلطة قريش، نقل بعد ذلك إلى المدينة المنورة وكون سلطة قوة، وكان في المدينة المنورة نصارى، يهود. نعم. أهل كتاب. نعم. يهود أهل كتاب. نعم. علق لنا في حياته في مكة المكرمة، لماذا لم يقاتل؟ لماذا لم يرفع السيف؟ لماذا لم كذا؟ ولماذا كان دوره أيضا، ماذا كان دوره في المدينة المنورة عليه الصلاة والسلام؟ الله يجزيك الخير. سبحان الله، من اللطائف العجيبة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الله عنه الجبروت ونفى الله عنه السيطرة. الحمد لله. لست عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر. يا سلام. فكانت دعوته قائمة على عدم الإكراه، وكانت دولته قائمة على عدم الإكراه. يا سلام. يعني لاحظ، لا تكاد تجد مصلح سياسي اجتماعي
في الحياة العامة عند إقامة الدولة لا يستخدم السيف إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الله. يعني إقامة الدولة هنا أتكلم إقامة الدولة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم مر كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله بمجموعة مراحل فيما يتعلق بأحكام الجهاد. المرحلة الأولى كانت كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، مرحلة مكة. جميل. تحريم القتال. جميل. أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي أصحابه والشارع أراد أن يربيهم على الصبر على كذا. أيضا ما أراد والله أعلم أن يكون هنالك حالة احتراب داخلي في مكة، حالة الاحتراب الداخلي في مكة. ثم أيضا أراد والله أعلم أن تقوم شعيرة الجهاد في سبيل الله من خلال إقامة دولة، وليس حالة مجموعة من المستضعفين تحت دولة أو تحت سلطان آخر. جميل. فهنا أمرهم الله سبحانه وتعالى عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في البحث عن الدولة بموضوع البحث في المكان، بحث في الحبشة، بحث في الطائف، بحث إلى أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم بغيته وضالته في المدينة، ووجد هنالك من يؤمن به وينصره، وأخذ هنا البيعة من هؤلاء قبل أن يهاجر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم بيعة الإسلام أولا، ثم بيعة الجهاد والدولة ثانيا، اللي هو أن يحموه إذا جاء إليهم، أن ينصروه كذا. على كل أخذ بيعتين، البيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. جميل. إذن هو في مكة لم يقاتل عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمر بالقتال، بل حرم عليه ذلك. نعم. وكان يقوم بواجب الدعوة والإصلاح والتوجيه. نعم. الذين كانوا أصحاب السلطة ماذا كان موقفهم من هذه الدعوة؟ أحسنت. هنا نلاحظ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح أنه لا يستخدم قتالا ولا سيفا ولا يرد عليهم، بل كان يكف يده ويتعامل بالحسنى ويقول للناس حسنى ويأمر أصحابه بالصبر ويحتملون، ولكن الطرف الآخر كان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أصحابه بالتعذيب والتنكيل والتشريد والقتل، يعني مورس عليهم كل أشكال الإقصاء. جميل. إذن العدوان بدأ العدوان من الطرف الآخر. نعم، بدأ العدوان. كان هو حرية الرأي. نعم. يا أخي أنتم تعبدون الأشجار والأصنام وكذا، وأنا أدعوكم لعبادة الله الواحد القهار الذي رزقكم وأعطاكم. نعم. لماذا العداوة؟ نعم. لماذا العداوة؟ نعم، هم طبعا لم يحتملوا كما تفضلت، لا يحتملون هم يدركون تماما أن هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يصمد أمام الجدال السلمي والدعوة السلمية، لا يصمد. فهم يدركون أنهم ضعفاء أمام الحجة، فليس أمامهم إلا منطق الإكراه. والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدرك قوة الحق الذي معه، قوة البينات، قوة البصائر، قوة القرآن المنزل الذي كان بعض الناس إذا سمعوا فقط تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم يدركون أن هذا ليس من كلام البشر. نعم. فكان هؤلاء النبي شعاره معهم: خلوا بيني وبين الناس. يا قريش أنتم خلاص ما تريدون، اتركوني والعرب، اتركوني وسائر العرب، ولكم ذلك. يا أخي إذا كان والله العرب هؤلاء أفنوني فأنتم مرتاحين. منعوا. مع ذلك صاروا يلاحقونه في كل مكان، يريدون قتله ونفيه. وإذ يمكر بك الذين كفروا. أخيرا وصلوا معه مرحلة إرادة القتل وتصفية هذا القائد، لو تصفية النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه القضية. إذن وصل معهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى فكان لا بد عليه أن يقيم دولة يبحث هذا الحق. أي نعم، عن هذا الحق الذي هو حق البشرية كلها. أحسن. فهنا الحق الذي لا تحميه قوة ولا تسنده قوة أيضا يقع في إشكال، أنصاره يكونون في إشكال، وخاصة أنت أمام ذئاب مفترسة كما يقول. أنت أمام أبو جهل، أنت أمام أبو لهب، أنت أمام وليد بن المغيرة، أنت أمام عمالقة الجاهلية الذين يأخذون هؤلاء المستضعفين ويعذبونهم في صحراء مكة. فبارس النبي أمرين. ما أمر الأول؟ أمر أصحابه أن يهاجروا، فهاجروا إلى الحبشة، والتحية طبعا لأهل الحبشة. نعم. الذين سبحان الله آووا رسول بلادنا، آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آووا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحموا دعوته عليه الصلاة والسلام واحتضنوها. ودائما أنا ما أقول سبحان الله، الحبشة أرض الاحتضان. فكانت أول من احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم لحظة مولده حبشية، وكان أول من احتضن دعوته كذلك هي أرض الحبشة، وهذه من سمات على كل أرض الحبشة. فلاحظ أنه هاجر. هذه الهجرة دليل على إيش؟ دليل على أنه أنا ما أريد أصطدم معهم، أنا لا أريد الصدام. ذهبوا عدد كبير جدا منهم ثم لاحقوهم في الحبشة. شوف، لاحظ هذه الملاحقات على ماذا تدل؟ إن والله هذا العدوان ليس عدوانا خاصا بالجغرافيا العربية في أرض الحجاز فقط، ولكنها تجاوزت أيضا إلى أن هؤلاء خرجوا بدينهم هاربين من ظلمهم،
وإلى منطقة أكثر أمنا. ولاحظ هنا الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى الحبشة ولم يمارسوا قتالا، ظلوا وهم يعبدون الله في تلك الأرض ويعيشون بسلام وتحت الملك العادل الذي وصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المسار الثاني هو البحث عن مكان يصلح للدولة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته المعروفة ثم ذهب إلى الهجرة. جاء مفهوم الهجرة إلى المدينة المنورة. هنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا أول خطوة كانت، هو لاحظ الآن أنت أمام أمرين شيخ برهان، كان القتال منهيا عنه، وظل النبي أقام بيعته ولم يؤذن له بالقتال. نعم. ولكنه أخذ أن يحموهم ما يحمو منه أبنائهم وكذا إذا قدم إليهم، ويحضر عمه هذه البيعات هو العباس. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من أوائل ما نزل إليه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لاحظ بأنهم ظلموا. فعلل الموضوع بتاع القتال بأنهم إيه؟ مظلومين. نعم. مظلومين في أنفسهم، مظلومين في أموالهم، شردوا، مزقت أسرهم. فالله جعل علة القتال والإذن به أن هؤلاء إيه؟ ظلموا. والمظلوم يقتص. نعم. ولمن انتصر بعد ظلمه لأنهم أخرجوهم من ديارهم. أيوة. وقاتلوهم وأخذوا أموالهم ظلما وعدوانا. ألا تقاتلون قوما. إذن هذا هو سبب القتال أساسا ابتداء. هذا هو نعم. سبب قتالهم. وهنا كان القتال مأذونا فيه ولم يكن واجبا. نعم. لم يكن مأذونا فيه. ثم أذن لأنه دليل على أنه كان محرم أنكم انتقلتم الآن من الحرام إلى دائرة الإذن. نعم. وهذه شريعة الله طبعا وحكمتها سبحان الله، لا تنتقل بك مباشرة من التحريم إلى الوجوب، تنقلك إلى مساحاته سواء في الصيام في غيرها. كانت هكذا فنقلتهم إلى أنكم استعدوا بعد كده، أننا أذنا لكم. الآن حتى مع الإذن سبحان الله بعض الناس وقعوا في إشكال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة في مكة؟ نعم. وكانوا يتعجلون. نعم. وكانوا يتعجلون. فلما كتب عليهم القتال حصلت إشكالات. نعم. تولوا. وهذه الإشكالية في التعامل البشري. القرآن يربي الإنسان على التوأدة ويربيه على الصبر ويربيه على الأولويات. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا. طيب أنا أريد أن أصل إلى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وكون دولة وأقام وآخى بين المهاجرين والأنصار. بعد ذلك كتب معاهدة بينه وبين اليهود، ثم بدأ التعايش. أريد التعليق على هذا التعايش من خلال المعاهدة التي كتبت، ولماذا كتب النبي عليه الصلاة والسلام معاهدة مع اليهود وهم أعداء الدين أصلا وهم قد كفروا به صلى الله عليه وسلم، حتى يفهم معنى المشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء ليقتلهم، ما جاء ليصفيهم. تعليق حول هذا مهم جدا. جزاك الله خير. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة طبعا كان حسب ما تروي الروايات أنه لا يوجد بيت من بيوت الأنصار إلا دخله الإسلام. الله أكبر. يعني فيه نفرين فيه 3 من بيوت الأنصار دخل كثير منهم، لأنه بعث مصعب بن عمير هذا السفير العظيم الذي كان يجادل الناس وكان يأخذ على أيديهم. فتقدم مصعب وقد نشر الإسلام وأسلم الزعامات وازنة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سعد بن معاذ، سعد بن عبيد، أسيد بن خضير. هذه الزعامات الأنصارية أسلمت، حتى كان الواحد منهم يسلم ثم يذهب إلى قومه ويقول والله لا أكلمكم ولا أشرب معكم ولا أؤكل إلا تسلموا، ويسلمون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم شرح الله صدورهم. الله أكبر. فهنا تلاحظ أن المدينة سكانها الأصليون إن كان صح السكان الأساسيين فيها هم الأنصار، واليهود جاءوا وهم أضياف على الأنصار، وكانوا بقاؤهم موجود ببقاء تحالفات مع هؤلاء الأنصار. فكل قبيلة الأوس والخزرج لهم حلفاء من اليهود، الأوس لهم حلفاء والخزرج لهم أيضا لهم حلفاء. هذه التركيبة مهمة جدا فهمها، إنه والله هؤلاء اليهود لهم تحالفاتهم مع نعم مع وسبحان الله عاب الله عليهم على هؤلاء اليهود أيضا عندما كانوا يحصل حروب ما بين الأوس والخزرج، يتقسم اليهود مع هؤلاء ويقاتلون بعضهم. حصل هذا في التاريخ. نعم صحيح. وأخذ الله عاب الله عليهم. ذلك في سورة البقرة، يعني عندما
إنما عاب عليهم أن يأخذوا يفكوا الأسير بعد أن دخلوا معه في حرب، وقد حرم الله عليهم الدماء وحرم عليهم الأسر وكذا. نعم. فكل ذلك كان موجود قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا في سؤال مهم جدا: كيف نال النبي صلى الله عليه وسلم الولاية العامة؟ لأن الناس طبعا مفتونة بالانتخابات والقصص هذه الآن. صحيح. يقول لك والله النبي هل قاتل للسلطة؟ ما قاتل للسلطة. إيش اللي حصل؟ ارتضاه المؤمنون وهم الأكثرية في المدينة، ارتضاه بعقد الإيمان، لا سبيل إلا أن يكون هو القائد. نعم يا سلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما. فما دام هنالك وجود رسول بيننا لا سبيل أن يقول واحد أنا أتقدم على الرسول. هذا بحكم عقد الإيمان. وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقود البشرية ويقود القوم الذين هم فيه بعقد الإيمان، فبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخلوا كذا في زعامة إيه؟ زعامته وقيادته. طيب ديل المؤمنين ماذا يكون مصير الذين لم يؤمنوا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه بقضيتين: بنى المسجد وجعله مقر للجوانب الإيمانية والتعبدية، وآخى بين المهاجرين والأنصار حتى أي مشكلات هنا في البيت الداخلي تحل عن طريق إيه؟ طريق التآخي. يا سلام. والوثيقة نفسها تضمنت أيضا بعض النصوص متعلقة بجوانب اجتماعية والديات وغيرها والتعاقل الذي بين القبائل نصت عليها. يا سلام. ثم جاء إلى هؤلاء ليسوا مؤمنين، قال لهم والله يا أخي الآن أنا مرجعية الدولة هذه تحت سلطاننا. نعم. وأنتم موجودين تحت سلطاننا. نعم. لا نريد أن نلزمكم بما نحن فيه، لكن في شيء واحد: إذا أردتم أن تكونوا معنا في هذه المدينة، فإن المدينة قد يكون عليها عدوان وقد يكون عليها كذا. صحيح. لا بد أن نحدد كيف نتعامل نحن وأنتم في هذه المدينة. فاتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلي: أنهم إذا هجم أو إذا جاء عدوان خارجي على المدينة يدافعون جميعا. جميل. إذن هنا فكرة الدفاع المشترك، وهذه حماية لنا وحماية لكم. جميل. الأمر الثاني أنهم يدفعون ما يلزمهم من مال في هذا الاتجاه. جميل. إذن مشاركة في القتال، التزام بشنو؟ بالمال. جميل. النقطة الثالثة أنهم لا يتواطؤون مع أي فئة خارجية لتقويض الدولة. يا سلام. يعني ما تحاولوا تذهبوا إلى إيه؟ إلى قريش إلى غيرها، والنبي يدرك تمام الآن خلاص حيبدأ معاركه بعد كده مع الخارج وليس مع الداخل. نعم. فيرتب البيت الداخل. قال لهم ألا تتواطؤوا مع أي عدوان إيه؟ نعم. خارجي. أنه ما اختلفتم فيه من شيء فيما بينكم وبين الآخرين المرجع فيه إلى الله ورسوله. شؤونكم الخاصة ترتيباتكم الإدارية هذا شأنكم، لا دخل لم يتدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل كانت لهم أسواقهم وكان لهم تعاملاتهم وكان له إداراتهم الخاصة، بل مواقعهم حتى في المدينة كانت تقريبا عبارة عن مواقع إداريا معروفة أن هذه مواقع خاصة بهم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الدولة ورتبها بهذا الشكل. ما الذي حصل؟ بدأت الخيانة منهم، لأنه فكرة لماذا قاتلهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلت أنت نعم. لم يبدأهم بقتال، بل بدأهم بوثيقة. وهذه هي هذه أسس السلام. أسس السلام، أسس هذه الدولة. السلام. إنه أنا ما عندي معك إشكال، أنت يهودي. وهذا ردا على من يقول سنقتل النصارى سنقتل اليهود. هذا ردا عليه أن نبينا عليه الصلاة والسلام وقائدنا لم يأمر بقتلهم ظلما وعدوانا. نعم. ولم يبدأ بهم أبدا، وإنما تعايش معهم، بل أسس الأسس للتعايش معهم وإبقائهم على دينهم. نعم. يا سلام. أحسنت. فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بعد ذلك عليه الصلاة والسلام في نشر دعوته والتحرك خارج المدينة. نعم. لأن قامت له الولاية، قامت له الدولة، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده أعداء. طبعا وقعوا اليهود على هذه المعاهدات واتفقوا. وقعت بفئاتهم الثلاثة. جميل. وقعوا بفئاتهم الثلاثة: بني النضير، بني قينقاع، بني قريظة. نعم. بل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الوثيقة استخدم مصطلح عجيب جدا، يقول فيه: وأن يهود بني عوف مثلا، وأن يهود بني عوف أمة مع المسلمين في رواية، وأمة من المسلمين أو من المؤمنين في رواية، وكلاهما المعنى واحد، أنهم في الإطار السياسي محسوبين الآن على إيه؟ على المدينة المنورة. على المدينة المنورة وعلى أهلها. نعم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول بالنسبة لنا، يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. هنا الولاء السياسي، واحد مسلم ذهب موالي للكفار فهو منهم. مفهوم المخالفة في الآية أن اليهودي أو النصراني الذي والى دولة الإسلام وارتضى العيش فيها له أيضا من الأحكام ما لإيه؟ من المسلمين. جميل. في الدنيا. سنكمل هذا التأصيل السياسي
والتأصيل في التعايش السلمي بعد أن نتصل على شيخنا الشيخ أبو عمار. حبيبنا الشيخ أبو عمار، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم، حياكم الله. الله يحييكم شيخنا. شيخنا الكريم، نحن نتحدث كما أنت متابع فيما يتعلق بالتعايش السلمي بين الأديان. نريد لمحة سريعة في التعايش السلمي بين النصارى وبين المسلمين في إريتريا منذ الستينات. نعم. كيف تعايش النصارى وكيف تعايش المسلمون مع النصارى في إريتريا، وكيف كان حالهم في على هذه العقود التي مرت من 6 إلى 7 عقود. نعم. 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 بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لشيخنا برهان ولدكتورنا الدكتور حسن سلمان على هذا الطرح وعلى ما تقدمونه في قناة سلام، وعبركم نحيي مشاهدي هذه القناة المباركة. موضوع التعايش يعني كما استمعت إلى طرف منه موضوع ذات أهمية، وشكر الله لكم على ما تفضلتم به وأفدتم. مشاركتي أحصرها في يعني نقاط. النقطة الأولى، هذا التعايش قاعدته الشرعية قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم هذا التعايش يعني هو من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن سيرته وتعامله، كما يعني استمعنا في آخر الحديث قبل قليل أنه صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة عاش وتعايش مع مختلف أصناف الناس في المدينة من يهود وغيرهم. وحقيقة كتبت كما استمعنا وثيقة مشهورة معروفة في السنة النبوية بوثيقة المدينة، والتي تقرر الأسس وحقوق وواجبات السكان كافة، ما لهم وما عليهم. هذا أمر. الأمر الآخر فيما يخص بجانب السؤال بالخصوص عن وطننا أريتريا، فإن أمر التعايش مما حقيقة استقر بين أفراد المجتمع منذ القدم، فليس هنالك مشكلة في هذا الصدد، حيث المسلمون والنصارى يعيشون متداخلين، يجمعهم وطن واحد ولهم مشتركات وطنية واجتماعية كثيرة. الحقيقة تتناغم حياتهم في احترام كل طرف للآخر مع مراعاة الخصوصية الدينية لكل طرف. وأنا هنا يعني منذ الصغر يمكن أن أضرب مثالا لما أدركته صغيرا في مدينتنا كرن، وهي نموذج كما سائر الوطن يعني حقيقة في أمر التعايش، لا يعني بقعة هنالك تشذ من هذه المعايشة وهذه الصفة. فأذكر لكم صغيرا يعني ليس في الحي بل في داخل بيتنا في بيت الجد كنتيباي فكاك، كانت هنالك أسرة حقيقة نصرانية ومن قبيلة قريبة يعني اللي هي قبائل المشتركة يعني بين النصارى وبين المسلمين، قبيلة المنسى. هذه الأسرة كنا أذكر في حوش واحد في بيت الجد مؤجرين جزء حقيقة من البيت، وفي هذه السكنة أذكر أن أطفالهم وأذكر أسماءهم تلوش وبيطروس وقرماي وأبوهم ممرت مكيل، يعني أذكر أن يعني نعيش عيشة عادية، ويعني بيننا الاتصال في بيت يعني حوش واحد وإلى آخره، وبيننا حقيقة المرح والتداخل، وبيننا يعني حتى المأكل والمشرب يعني إلى هذا الحد. ولكن في نمور الخصوصية يوم جمعتنا نذهب إلى الجامع، احنا نقدس هذا يومنا، ويوم أحدهم هم أيضا يحتفلون ويذهبون يعني إلى كنيستهم. وحتى من طرائف الأمور لهم طبعا الخمر هذه،
فمن الفطرة المستقرة عندنا أن هذا المشروب نحن المسلمون لا نقربه، فهم أيضا لهم خصوصياتهم في هذه الأمور ولنا خصوصياتنا وعباداتنا. الشاهد أنه حقيقة ليست هناك في يعني حقيقة تمثل أريتريا نموذج للتعايش الهادئ الظريف المنضبط الذي ينم حقيقة على الرقي في التعامل. وأختم مداخلتي هذه لأقول أن حقيقة مستقبل أريتريا يكمن في الحفاظ على حقوق كل الأطراف وتحقيق العدالة وبسط الحريات، وهذه المعاني مما يعني يحفظ لنا تعايشنا السلمي ويحقق لنا الأمن والأمان الاجتماعي والسياسي في وطن يسع كل مكوناته وينعم أهله بخيراته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني نكون حقيقة نموذج يحتذى، وأن لا تكون الأصوات الشاذة التي ربما تريد أن تعكر أجواء العيش في أريتريا للطرفين، إنما تكون حقيقة في شذوذها لا تمثل الجمهور العام في الطرفين. وفقني الله وإياكم، وأنعم الله على بلادنا بالأمن والأمان وبالحريات، ونعود إليها كما عشنا فيها صغارا في هذه التعايش وهذا التداخل، نعود أيضا لنعمرها ولنكون شركاء في بناء مستقبلها. حياكم الله وأشكر لكم إتاحة الفرصة، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الشيخ إسماعيل أبو عمار، أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في قناة سلام. نشكرك، كنت معنا عبر الاستوديو في الخارج. شيخ حسن سلمان، كلام جميل. شيخ أبو عمار يعني تحدث عن تاريخ إريتريا والتعايش الذي نحن فعلا رأيناه صغارا، ولا زال الشعب يتعايش بهذه الصورة، وهناك أقوال شاذة كما قال يعني يدعون إلى يعني ينشبون الحروب أو يريدون أن تنشب الحروب بين الفئتين. هذا الأمر الذي نحن ننعم به حقيقة، نسأل الله تعالى أن يديمه، وأن يكون بيننا وبين النصارى التعايش بالعدالة والتسوية. نكمل حقيقة، ولكن هناك يعني في جانب النصارى أيضا، في جانب النصارى من يعتقد أننا إذا مكنا وكانت السلطة في أيدينا أننا سنضرب أعناقهم وننهب أموالهم ونسبي نساءهم ونيتم أطفالهم. هكذا يعتقدون ويظنون، بل ويدرسون أبنائهم على هذا المفهوم الخاطئ. لذلك كان لابد علينا أننا نبين أن الإسلام لا يدعو إلى هذا، وأن هذا التعايش حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وأنت أصلته، جزاك الله خيرا. نكمل هذا التأصيل، ثم بعد ذلك سنرد على هذه الشبهات. لماذا أمرنا بقتل النصارى وهنا أمرنا بالتعايش معهم السلمي؟ كيف نوفق معنا قول النبي عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس؟ هذه النصوص التي هم يستدلون بها ويريدونها كشبهات على الإسلام. تفضل شيخ حسن. نعم، أحسنت. فيما يتعلق بدولة النبي صلى الله عليه وسلم وضح تماما الآن أن هذا هو الأساس الذي نحن نحتكم إليه، وهو مرجعيتنا. يعني عندما جاء النصارى مثلا من نجران كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم وثائق معينة وأعطاهم أمانات معينة، وظلوا سبحان الله كلما تأتي سلطة من السلطات يبرزون هذه الذي كتبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الحكام يريد أن ينقصهم شيء يقولون كتب لنا النبي ذلك. فلاحظ كيف أن هؤلاء استطاعوا واستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، استقبلهم في مسجده وأخذوا معه صار نجران. إذن لا الذين جاءوه قتلهم عليه الصلاة والسلام، بل استقبلهم وآواهم وسمع منهم، ولا الذين كانوا معهم هم الذين كانوا يبدؤون، هم الذين كانوا طيب لماذا أجلى بنو النضير نعم وبنو قينقاع نعم ثم حاربهم في خيبر نعم ولماذا قتل بني قريظة؟ يعني هذه الأسباب مهمة. نعم، كلها سبحان الله بعد أن وقع معهم النبي صلى الله عليه وسلم مورست منهم خيانات. جميل. إما عدوان على أعراض المسلمين
كما حصل مع بني قينقاع، وإما تواطؤ مع قوة خارجية كما كان الحال مع بني قريظة يوم الخندق، تواطؤوا مع الأحزاب واتفقوا أنهم يثورون من الداخل والأحزاب تأتي من الخارج. وقد ثبتت هذه المسألة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيها لحليفهم سعد بن معاذ عليه رحمة الله، أنه حكمه ماذا تقول فيهم حتى لا يحدث إشكال داخلي. هؤلاء كانوا حلفاؤه، وهذه التحالفات سبحان الله ما ألغاها وقتها، تركها. شوف الحكمة كيف. أي ثم قال له يا سعد، قال له احكم فيهم. فلما حكم معاذ حكم بقتله، فقال لقد حكمت بحكم الله. الله وفقه. هذا توفيق من الله سبحانه. نعم. وسعد بن معاذ يدرك تماما بأن هذا الخطأ الذي ارتكبته بني قريظة. بس أعد هذه الملاحظة شيخ حسن، ملاحظة في محلها جزاك الله خير. نعم. لو كان النبي عليه السلام هو الذي حكم وما التفت إلى حليفه، ماذا كان سيحصل؟ كان تحصل إشكالية، وهذه طبعا إشكالية في الداخل. والنبي صلى الله عليه وسلم شوف سبحان الله في السياسة والاقتصاد، الله، في كلاهما كان يرجع إلى أهل الشأن. الله. لما أراد يصالح في يوم الأحزاب نفسه، أراد أن يصالح على ثلث ثمار المدينة القبائل. نعم. وثمار المدينة لأهل المدينة. نعم. فجاء إليه السعدين قال ما تقولون؟ أريد أن أصالح، أريد أن أفك. فسألوه قالوا يا رسول الله، أمر تحبه فنفعله لك، أم أمر تأمرنا به فنطيعك؟ يعني أمر من الله فنطيع، أم هو أمر تفعله لنا؟ لابد الصورة تكون صورة واضحة. نعم. تحبه نفعله، نعم. أمر من الله نطيع، هو لنا عندنا كلمة. نعم. قال بل أمر رأيت العرب قد تكالبت عليكم، نعم، وأردت أن أنفس عنكم. قالوا والله يا رسول الله ما عرفوا منا في الجاهلية شيء إلا قران. ما حصل يوم من الأيام نحن زلت رقابنا لنعطي أموالنا لإيه؟ للآخر إلا قرا، إلا قرا، ضيف، قرا ضيف، ضيف. إذا لا نعرف لهم يا رسول الله إلا السيف. يا سلام، والله ما يأخذون منا حنطة ما يأخذ. نعم. فالنبي مباشرة، هذا أهل الشأن، لاحظ استشار. تصور لو أنه أعطى ثلث ثمار المدينة دون استشارة من غير ما يرجع عليهم. إشكال. هنا أيضا هو يدرك التناقضات هذه ويدرك التداخلات، فأيضا من باب أنزلوا الناس منازلهم. نعم. أراد أيضا حتى يجعل الأمر لسعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ، هذا الرجل الذي اهتز له عرش الرحمن كما جاء في الله. هذا، وكان جريحا، بعدها مات طبعا سعد بن رضي الله عنه. فقال احكم فيهم. لماذا؟ لأن هذا حليفهم. فلما يحكم الحليف لا تهمة، لأن أتباع هذا الحليف سيلتزمون برأي زعيمهم. إذن سبب القتل لبني قريظة أنهم تواطؤوا، نعم. وأنهم خانوا، وبالتالي نقضوا العهد والوثيقة، وثيقة الأمان والسلام، أنت نقضتها. نعم. إذن فكلها سبحان الله، بني قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، كلها تقريبا كانت المشكلة هي مشكلة الخيانة والتواطؤ مع الخارج، وبالتالي أجلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يخونوا لظلوا سبحان الله موجودين في المدينة بأرضهم وبثرواتهم وبأسواقهم وبتعاملاتهم وربما مؤامراتهم الخفية. ما كان إشكال أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مؤامراتهم الخفية، لكن كان لا يتسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع فكرة تقويض الدولة. لتقويض بنيان الولاية الإسلامية هذا مرفوض. تقويض ما معنى تقويض؟ إسقاطها، إسقاط الدولة اللي هو أركانها أنك تقوضها من داخل، وهذا التقويض غالبا يكون من الداخل. فهذه المسألة كانت مرفوضة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فكلا الطائفتين، طائفة النصارى الذين جاءوا من نجران، خلاص النبي بسط سلطانه على جزيرة العرب، وهؤلاء في جزيرة العرب في القسم الجنوبي يريد يعرف مصيرهم، فأعطاهم ما له ولم يجبرهم، وأعطاهم الأمان إلى أن يصلوا بلادهم. لاحظ، وظلت نجران على ما هي طيب، عليه. ما تعليقكم في خطابات إلى كسرى وإلى قيصر، خطابات النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللي أسلم تسلم يؤتك الله؟ نعم. هنا طبعا الآن نحن دخلنا بعد كده الآن إلى منطقة الولاية والسلطان. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور شرعا أن تصل دعوته إلى كل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام يريد أن يبلغ هؤلاء جميعا. نعم. فتصل رسالته. ولما تكون الرسالة قد وصلت في عهده عليه الصلاة والسلام وترفض من هذه الملل وهذه الأقوام، يأتي الخلفاء من بعده فيقاتلون، ما في إشكال، يكملون. وهذا التكميل أيضا مهم جدا. هل والله هذا التكميل وهذا التمدد هو لإدخال هؤلاء الناس في الدين، أم لبسط سلطان وولاية الله في هذه البلدان؟ الأصل فيها مهم هذه النقطة. نعم. يعني الأصل في هذه البلدان ليس لقتلهم ولا لإدخالهم في الدين.
وإنما لبسط سلطان الإسلام الذي يتيح الحريات للناس في ظله جميعا، في ظل الولاية العامة للمسلمين، وبعيدا عن سلطة الإكراه ومنطق الإكراه ومنطق الاستبداد والدكتاتوريات والملكيات القامعة لهذه الشعوب، يزيل الولاية ثم يترك لهم بعد ذلك، يقول لهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. السلطان للإسلام. ولذلك تاريخيا ستلاحظ بأن الإسلام يبسط سلطانه لكن لا يلزم بعقيدته، ولذلك ظلت ثلث أوروبا تقريبا، كل هذه المناطق، اليونان وما بعد اليونان كلها تابعة لسلطان الإسلام، وظل يعيش فيها الأرمن ويعيش فيها النصارى وبقوا على النصارى واليهود، وكان الإسلام هو الذي يحمي. بل الحقيقة هنالك نقطة مهمة جدا شيخ برهان. تصور يوم أن سقطت الخلافة ثلثي سكان اسطنبول من غير المسلمين، سبحان الله، وفيها خليفة المسلمين، سبحان الله، ما كان في إشكال. بل هنالك مقولة للأرثوذكس الذين كانوا في هذه المنطقة، لما أراد الكاثوليك في أوروبا أن يأتوا لمساعدتهم امتنع، قالوا لهم خير لنا سلطان المسلمين ولا تأتوا أنتم، لأن نعرفكم تماما، نعرف الاختلاف الديني والمذهبي بينهم. نتكلم في هذا إن شاء الله في حلقة خاصة حول تاريخ الإسلام مع النصارى، وتاريخ النصارى مع المسلمين. هذا نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. أشكرك يا شيخ حسن سلمان على هذا الطرح الجميل وعلى هذا يعني البيان والتأصيل في مسألة التعايش السلمي. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة هذا اليوم. سنواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم فيما يتعلق بالرد على هذه الشبهات. لماذا أمر الله عز وجل بقتل النصارى وما سبب ذلك؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ في حين أيضا لماذا تعايش معهم في المدينة المنورة ولم يقتل رجالهم ولم يسبي نساءهم؟ ولماذا ربنا عز وجل أمرنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين؟ كل ذلك سنجيب عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع المرور على تاريخ الإسلام في تعامله مع النصارى حينما آتى الله عز وجل سلطانه للمسلمين، وكيف أيضا تعامل النصارى والمسيحيون مع المسلمين حينما ابتلى المسلمين بإعطاء السلطان للنصارى. كل ذلك تجدونه في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.